بتبدأ حلقتنا مع مستر دامودليز اللي بيجمع كل الطلاب وبيقول لهم إن فاضل أسبوعين على نهاية الدراسة وإنهم لازم يختاروا 2 منهم عشان ينظموا حفلة نهاية السنة. وبيتفقوا على اختيار زوي ومارينيت عشان ينظموا الحفلة. وبتروح مارينيت ومعاها زوي عشان يحطوا الخطة ويشوفوا محتاجين إيه. وبتعجب زوي جدا بغرفة مارينيت اللي أول مرة تدخلها، وبتفرجها مارينيت على أوضتها وبتشوف دفتر التصميمات بتاع مارينيت وبتعجب جدا بالفستان. ومارينيت بتشكرها وبتقول لها هو لسه تصميم مبدئي ولسه هشتري القماش والخامات اللي هحتاجها عشان انفذه بيها. وبتنزل اللوحه اللي عليها صور ادريان وبتتكسف مارينيت جدا من زوي وبتقول لها ما تيجي نقعد في البلكونه بدل الكسفه اللي انا فيها دي. وبيقعدوا يدوروا على مكان يعملوا فيه الحفله لحد ما بيختاروا انهم ينظموا الحفله تحت برج ايفل. وبتقول مارينيت لزوي المكان هناك هيكون رائع جدا ورومانسي جدا وهقدر اعترف لادريان بحبي ليه، بس لازم تساعديني ان احنا ناخد موافقه العمده على اقامه الحفله تحت برج ايفل، بس انت ممكن تتكسفي تقولي له. فقالت لها زوي بالعكس هو هيوافق وهيساعدنا. وبتاخدها وبتروح على فندق العمده بورجوا وبتوقفها مارينيت وبتقول لها استني لحسن كلوي اختك تشوفنا وتعمل لك مشاكل. فقالت لها ما تقلقيش. تدخل مارينيت وزوي اللي كل العمال اللي في الفندق بيحبوها جدا وبيسلموا عليها، وبتوقفها كلوي وبتقول لها انت مين اللي قالك تدخلي بنت الخباز لحد هنا؟ فبتقول لها ده مش بيتك لوحدك يا كلوي، ده بيتنا احنا الاتنين. فبتقول لها انا مستحملاكي هنا طول ما انت بتنفذي القواعد اللي انا حطاها. وادي مارينيت رجليها على السلم بتاعي وبيجري عامل الاستقبال وبيدي لكلوي الدبدوب بتاعها وبيقول لها انا نظفته وخليته زي الفل زي ما امرتي. وبتكون مارينيت رجعت رجليها بعيد عن سلم كلوي وبتقول لها زوي مارينيت ما لمستش السلم بتاعك يا كلوي. فبتغضب كلوي وبتقول لها انا شفتها ومتاكده وهنراجع الكاميرات. وبتنده على باباها وبيجي بسرعه وبيقول لها انا اسف يا حبيبتي بس الكاميرات بايظه من امبارح ولسه مشغلينها. وبتيجي ام كلوي فبتشتكي لها من زوي انها جابت مارينيت معاها، فبتقول لها انا مش عايزه المشاكل بتاعتكم دي تاني، بدل ما اوديكم انتوا الاثنين على نيويورك وارتاح من خناقاتكم، والسلالم دي بتاعتي انا اصلا، فاسكتي احسن لك. فزوي بتقول لكلوي ايه رايك تحبي تروحي نيويورك معايا ولا هتدخلي اوضتك وتبطلي المشاكل؟ فبتتغاظ كلوي جدا وبتسيبهم وبتمشي. وبتفرح مارينيت ان زوي قدرت تاخد حقها وبقت تقدر ترد على كلوي. فبتقول لها زوي كل ده بفضلك انت يا مارينيت، انت اللي ساعدتيني عشان اقدر اخد حقي من اختي ومن اي حد تاني. بتروح زوي هي ومارينيت وبتقول للعمده بورجوا ان احنا محتاجين مساعدتك لينا، وبتقول له انهم اختاروها هي ومارينيت عشان ينظموا حفله نهايه السنه، فكنا عايزين نعمل الحفله تحت برج ايفل. وبتسمعهم كلوي هي وسابرينا، فبيتحمس العمده بورجوا للفكره جدا وبيقول لها فكره حلوه قوي وكمان نقدر نصورها ونعرضها ونعملها فيلم ترويجي عن باريس. وبيوافق جدا على اقامه الحفله هناك وبيقول لهم بس لو كلوي سالت على الموضوع ده الكلام ده ما حصلش اصلا. وبيقولوا له طبعا وبيودعوه وبيمشوا. وبنشوف ادريان هو وناتالي اللي مستر اغريست كان بيجهز لهم الغدا وبيقول لهم انا قررت احقق كل اللي ادريان بيحلم بيه عشان كده جهزت الغدا اللي بيحبه. وبيفرح ادريان جدا وبيشكره وبيطلب منه ان يحضر الحفله بتاعه المدرسه هو ومارينيت. فبيغضب باباه جدا وبيقول له انت من عيله اغريست ومميز جدا ومارينيت مش مناسبه ليك وانا ابوك واعرف مصلحتك وبامرك انك تنسى الموضوع ده تماما. وبيزعل ادريان جدا لكن بتتدخل ناتالي وبتقول له انت مش قلت انك هتحقق كل اللي ابنك بيحلم بيه؟ فبيتصدم مستر اغريست وبيوافق على حضور ادريان للحفله وبيشكروا ادريان جدا. وبيتصل مستر اغريست على ليلى وبيقول لها انت كنت المفروض تحمي ابني لكن حضرتك ما بتعمليش حاجه. فبتقول له ما تقلقش يا مستر اغريست انا حاطه خطه هتحل المشكله للابد. وبتروح ليلى للشر كله لكلوي وبتقول لها المشكله في مارينيت اللي بقت المثل الاعلى لاختك. فبتغضب كلوي وبتقول لها انا لازم اتخلص من البني ادمه دي تماما. فبتقول لها ليلى ولا يهمك انا عندي خطه لكن هحتاج مساعدتكم انتوا الاثنين. وبتشاور عليها هي وسابرينا لكن سابرينا بترفض انها تساعدهم في الخطه الشريره دي وبتقول لكلوي انا دايما بساعدك في كل حاجه لكن الموضوع ده ضد مبدئي ومش هقدر اعمله وانت عارفه ان بابا ضابط شرطه ولو عرف حاجه زي دي هتكون مصيبه. فبتقول لها كلوي وهو ده المطلوب بما ان باباكي ضابط شرطه فمحدش هيشك فيكي وكمان لو اتقبض عليكي هيخرجك منها بكل سهوله ولو ما وافقتيش انك تبقي صاحبتي فبالتالي هتكوني عدوتي زي مارينيت بالظبط. لو مش عايزه تساعديني وتبقي ضلي يبقى ما تمشي من هنا ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. فبتزعل سابرينا جدا وبتسيبها وبتمشي لكن كلوي بتنده عليها وبتقول لها استني هنا فاكره الصفاره دي ما بقتش عايزاها وبترمي لها الصفاره اللي كانت سابرينا اديتها لها هديه قبل كده. فبتاخدها سابرينا وبتمشي وهي زعلانه جدا وبتقول كلوي لليلى خطتك فشلت يا استاذه هنعمل ايه دلوقتي؟ فبتقول لها ليلى ولا اي حاجه اصبري وانت تشوفي. وبنشوف سابرينا اللي خرجت وهي زعلانه جدا ولبست الصفاره وقعدت تعيط لكن طبعا مونر مش هيسيب الفرصه دي تعدي منه وبيسحب قوه كالكي وبيحولها لميجا اكوما وبيبعتها لسابرينا اللي بتسيطر عليها وبيقول لها انت عايزه ترجعي صداقتك مع كلوي وانا هساعدك تحافظي على الصداقه دي وهديك قوه الاختفاء لكن في المقابل انت هتجيبي لي مراكلس الدعسوقه والقط الاسود. فبتوافق سابرينا جدا وبيحولها لفانشر وبيسحب قوه بارك وبيحولها لسابرينا من خلال خاتم الاينس وبيقول لها من دلوقتي تقدري تسرقي اي حاجه تلمسيها كل اللي عليكي انك تصفري بالصفاره بتاعتك. وبتدخل سابرينا وهي مختفيه على ليلى وكلوي وبتقول لها انا مستعده اساعدك يا كلوي. فبتقول لها ليلى ايه رايك كده الخطه فشلت ولا نجحت؟ وبتلمس سابرينا موبايل كلوي واول ما بتصفر بيجي في ايديها. وبنشوف زوي ومارينيت اللي كانوا فرحانين جدا انهم خدوا موافقه من العمده بورجوا على اقامه الحفله اسفل برج ايفل. وبترسم مارينيت تصميم للفستان بتاعها اللي هتحضر بيه الحفله وبتعجب بيه زوي جدا وبتعترف لها انها بتحب حد معاها في المدرسه بس برضه مش قادره تعبر عن مشاعرها ليه زي كده يا مارينيت. فبتفرح مارينيت ان زوي بتحب
وبتقول لها لا تعالي لي بقى، ده انا خبره في العلاقات وهساعدك انك تعبري عن مشاعرك، انا خبيره ان انصح الناس بس ما اعرفش انصح نفسي. وبتقعد تضحك وبتدخل عليهم سابرينا وهي مختفيه وبتشوف تصميم فستان مارينيت وبتسيبهم وبتمشي. وبتنزل مارينيت هي وزوي عشان يجهزوا للحفله، وبتتصل مارينيت على اليا وبتقول لها انها تعمل الحفله تحت برج ايفل، وان زوي هي اللي ليها الفضل انهم ياخدوا الموافقه من العمده بورجوا، وانها كمان اتغيرت جدا وبقت بتقف في وش كلوي، وانها نفسها تساعدها جدا انها تبوح بحبها للي بتحبه. وبتشوف مارينيت زوي وهي خارجه من الفندق وبتستخدم خاتم الاينس واللي بيكون المتحدث فيه ادريان، فبتتصدم مارينيت وبتقول لاليا لا تكون زوي بتحب ادريان، وبتقفل بسرعه مع اليا وبتتحرك هي وزوي على محل الورد، وبتكون وراهم سابرينا اللي بتلمس الورد والبخاخ، وبيروحوا لابو مارينيت عشان يحجزوا الترط، وسابرينا برضو وراهم وبتلمس المفرش والادوات اللي بيستخدمها ابو مارينيت في مطعم، وبيروحوا لام لوكا وبيوروها تصميم الفستان، وسابرينا وراهم برضو بتلمس المفرش اللي عند ام لوكا والجيتار، وبنشوفهم وهم متجمعين عشان مارينيت تعرض عليهم خطه للحفله والحاجات اللي عملوها، وبنشوف كلوي هي وسابرينا المختفيه اللي بتصفر لكل الحاجات اللي لمستها وبتاخدهم وبتحطهم في شنطه مارينيت. وبتدخل كلوي وبتقول لمارينيت انت سرقتي تليفوني، فبيتدخل ابو مارينيت وبيقول لها انا ما اقبلش انك تسرقي بنتي، فبتجري كلوي على شنطه مارينيت بس بتلحقها مارينيت وبتقول لها دي شنطتي ومش من حقك تفتحيها، وبتخرج تيجي بسرعه، فبتقول لها كلوي انت اكيد مخبيه حاجه ومش عايزانا نشوفها ولا نعرفها، فبيتدخل ادريان وبيقول لها عيب كده يا كلوي، وقفي الهبل اللي بتعمليه ده، فبتخطف الشنطه من مارينيت وبتفضيها قدام الكل، وبينزل منها الحاجات اللي سرقتها سابرينا وحطتها في شنطه مارينيت، والكل بيتصدم، فبترد عليهم زوي وبتقول لهم اكيد كلوي هي اللي خططت لكل ده، بس بترد كلوي وبتقول لها وانا هعمل كده ازاي، هو انا ساحره مثلا؟ فبترد مارينيت وبتقول لها اكيد ده شرير مسحور هو اللي حط الحاجات دي في شنطتي، فبتضحك عليها كلوي وبتقول لها يا سلام، والشرير المسحور ده بقى هيسرق الحاجات دي ويخبيها في شنطتك ليه؟ وبتاخد منها تصميم الفستان بتاعها وبتقول لهم بصوا هي اللي رسمه التصميم ده وكانت عايزه الحاجات دي عشان تكمل بيها فستانها، حتى ابوها وامها سرقت منهم المفرش بتاع الحلويات بتاعتهم، مش بس بتسرق ابوها وامها، دي كمان بتسرق اهل اصحابها وبتوريهم مفرش ام لوكا وحتى الورد، لكن لما بترمي الورد بيطير وبيروح ناحيه سابرينا المختفيه، وبتشوفها مارينيت وبتكمل كلوي المسرحيه وبتقول لهم حتى تليفوني سرقته، وبيقول لها مستر دامودليز انا مش مصدق اللي بيحصل ده، بس اللي حصل ده هيخليني مضطر اني ارفدك يا مارينيت من المدرسه. وبتتصدم مارينيت وبتزعل مامتها جدا، لكن زوي بتقول لهم انا اللي سرقت الحاجات دي عشان مارينيت تقدر تعمل الفستان اللي بتحلم بيه، فبتسيبهم مارينيت وبتجري عشان تتحول للدعسوقه، وبتبعت رساله للقط الاسود وبتقول له ان في شرير مختفي في البرج ومحتاجه مساعدتك، وبتستخدم تعويذه الحظ اللي بتنزل لها لعبه ده، وبتطلع لهم وبتقول لهم انا عارفه مين اللي سرق الحاجات دي، هو شرير مسحور ومختفي وانا همسكه، وبترمي اليويو على سابرينا اللي بتجري وبترمي عليها الاسطوانات الموسيقيه وبتتفاداها الدعسوقه وبتنزل عشان تواجهها، لكن سابرينا بتضربها وبتختفي، وبيجري ادريان وبيتحول للقط الاسود وبيوصل القط الاسود للدعسوقه اللي بتشوف الخطه وبتقول له الدعسوقه انت جيت في وقتك، وبينزل القط الاسود عشان يواجه سابرينا وبتجري عليه، لكن الدعسوقه بترمي عليها اللعبه وبترمي اليويو وبتكسر بيه اللعبه وبتطير الالوان وبتقع على سابرينا، وبيقدر يشوفها القط الاسود وبيرش عليها بخاخ التثبيت، لكنها بتصفر للجيتار وبتمسكه وبتضرب بيه القط الاسود، وبتعرف الدعسوقه ان الميجا اكوما في الصفاره، فبترمي عليها اليويو وبتكتفها وبتسحب منها الصفاره وبترميها للقط الاسود اللي بيستخدم القطاطيه وبيدمر بيها الصفاره، وبتخرج منها الميجا اكوما وبتزيل الدعسوقه منها الشر، وبتاخد الدعسوقه باقي اللعبه اللي نزلت من تعويذه الحظ وبترميها في السماء عشان كل حاجه ترجع لطبيعتها تاني، وبترجع سابرينا لطبيعتها وبتديها الدعسوقه ميداليه الحظ وبتقول لها هتساعدك التميمه دي انك تفرقي بين الخير والشر، وبتشكرها سابرينا جدا، وبتقف الدعسوقه وبتقول لهم ان زوي بريئه، وكمان سابرينا كانت تحت سيطره مونر وكلوي هي اللي استغلتها عشان تنشر شرها وتتهم مارينيت بالغلط، فبتتغاظ كلوي وبتاخد بعضها وبتمشي، وبتفرح الدعسوقه والقط الاسود بنجاحهم سوا وبيتحركوا بسرعه، وبنشوف مارينيت اللي بتشكر زوي انها حطت نفسها في الموقف ده عشان خاطرها، وبتقول لها ما تعمليش كده تاني سواء عشان خاطري او عشان خاطر اي حد تاني، وانا مش زعلانه انك بتحبي ادريان وتقدري تبوحي بمشاعرك ليه واكيد ده هيفرحه، فبتقول لها زوي بس انا مش بحب ادريان، فبتفرح مارينيت جدا وبتقول لها انا اسفه ان افتكرتك انك بتحبيه، فبتقول لها زوي انت اللي المفروض تقولي لادريان انك بتحبيه وبلاش تهربي من مشاعرك، فبتتوتر مارينيت جدا وبتقول لها انا مش عارفه هجيبها ازاي وهو هيكون رد فعله ايه عليا، فبتقول لها زوي انت كنت لسه بتقولي لي ان مش مهم رد فعل اللي بتحبيه ايه، المهم انك تعرفيه حقيقه مشاعرك ومشاعره، نفذي بقى اللي بتنصحيني بيه، فبتفرح مارينيت جدا وبتحضنها وبتجري تروح لادريان وبتصارحه بحبها وبتقول له انه هي بتحبه، وبيفرح ادريان جدا، لكن قبل ما يقرب منها بيفتكر كلام باباه فبيبعد عن مارينيت وبيقول لها انا اسف ارجعي لبيتك دلوقتي، وبيسيبها وبيمشي، وبيكون مستر اغريست واقف وشايفه، وبترجع مارينيت وهي مصدومه ومش عارفه ايه اللي حصل، لكن تيكي بتقول لها برافو عليكي يا مارينيت كنتي شجاعه وقدرتي تبوحي بحبك لادريان، فبتتحمس مارينيت جدا وبتقول لها فعلا اهم حاجه ان انا قلت له ان انا بحبه. وبتخلص حلقتنا، دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير، ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش الاعجاب بالصفحه والاعجاب بالفيديو ومشاركته على صفحتكم. شكرا، سلام.